كيفاش كيتعرضوا الناس للسرقة والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ بلا شك فايتين، سواء نتوما وقعت لكم شي حاجة أو لا من المقربين ديالكم سامعين بأن شي واحد تعرض سواء سرقة أو ابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكيفاش؟ بعض الأحيان كتكون صفحات مزورة، يعني هاد الصفحات كيصيفطوا لك واحد الرابط مزور وكيشبه المواقع المعروفة بحال الفيسبوك أو الانستغرام، اللي كيطلبوا منك تدخل المعلومات ديالك بحال كلمة المرور، السمية، الايميل ديالك، نمرة التليفون، وهكذا كيقدروا يسرقوا لك الحساب ديالك وجميع المعلومات المتعلقة بك. يعني خاصك تحري راسك وترد البال بزاف عاد. بعض المرات عاوتاني كيكونوا العروض الكاذبة، يعني كيكونوا عروض وهمية، بحال غتربح مثلا جائزة او لا تخفيضات خياليه. بحال لاحظتوا هاد الايامات كنا كنشوفوا تخفيضات في الماكله، كيعطيك بزاف ديال لي منيو ديال شركات عالميه وكيقول لك راه غير بدرهم ولا 10 درهم غادي تقدر تاكل هادشي كامل، او لا تليفون اللي يساوي زباله ديال الفلوس كيقول لك راه باقيين غير 5 راه غادي تربح معنا هذه الجائزه. وكيطلبوا منك تدخل المعلومات ديالك البنكيه وتصيفط لهم الفلوس، ولا بعض المرات روشارج ديال التليفون، وكيكون ثمن رمزي. وبطبيعه الحال كيقول لك الا صيفطتي الفلوس غادي تربح معنا الجائزه. هي راه ما كاين لا جائزه ولا هم يحزنون. كاين عاود القضيه ديال انتحال الشخصيه، كيصاوبوا حسابات وهميه ومزوره بنفس الصور والاسم ديال الناس اللي بعض المرات كتعرفوا نتوما. يعني كياخذوا جميع المعلومات وكيديروا عليك بحث، وكياخذوا شي واحد اللي مثلا كتعرفوه وكيصاوبوا لاباج بسميتو بكنيتو هذا، وكيتواصل معاك وكيطلب منك الفلوس حيث بدعوى انه في ازمه ومحتاج يد المساعده. يعني حتى هذه خاصكم تحديو منها بزاف عاد. من بعد كيكون بعض المرات الانتحال الاحتيال عفوا في البيع والشراء. هذا كنشوفوه بزاف عاد، ومن سوء الحظ غادي كينتشر هذا الصنف هذا. كيكونوا دي باج صفحات اللي كيعلنوا على منتوجات بجوده عاليه وبثمن رخيص، وملي كتصيفط الفلوس باش توصل بالمنتوج ديالك، سواء كيكون المنتوج لا علاقه، يعني ما عنده حتى شي علاقه مع داك الصوره الوهميه اللي بينوا لك النهار الاول والجوده ديالو كتكون خايبه، سواء بعض المرات ما كتوصلش نهائيا بالمنتوج. وكذلك هنا خاصك ترد البال بزاف عاد. وعاود كاين القضيه الاخرى ديال الروابط الخبيثه اللي كيصيفطوا لك رابط وعبر رساله خاصه في تليفونك كتوصلك انت، وملي كتصيفط لك هذا الرابط انت كتكليكي عليه اوتوماتيكمون كيتنزل لك واحد الفيروس اللي هو خطير جدا. وهذا الفيروس فاش كيقيس التليفون او الحاسوب ديالك يقدر يدخل الكاميرا، يقدر يدخل الميكرو، يقدر يدخل جميع المسائل اللي عندك في التليفون، لي فوتو، لي فيديو، المعلومات ديالك البنكيه اللي كنتي مدخلهم. يعني هذا الفيروس هذا كيولي كياخذ جميع المعلومات، وديك الساعه هما يقدروا يديروا بهم شنو ما بغاو. باش تحمي راسك من هذه المسائل، خاص ديما ما تدخلش بلوتو المعلومات الشخصيه ديالك في المواقع اللي مشبوهه. يعني اي موقع تجي وتدخل وهذا كيطلب منك السميه ولا النيميرو التليفون ولا، حيت خاصك تعرفوا هذه القضيه. فاش كتدخل غير النيميرو التليفون راه كتدخل واحد لاباز دو دوني ويقدروا يبيعوا داك النمره ديالك لشي شركه اللي باغينها او لا يستعملوها لشي حاجه. ديما واحد القضيه كنأكد عليها، استعملوا كلمه المرور القويه والمختلفه. القويه باش تكون صعيبه باش يهاكيوها، ومختلفه ماشي دير باسورد واحد، كلمه المرور واحده ديرها في جميع التطبيقات، حيث الا لقاو كلمه واحده يعني مره واحده راه غيدخلوا لجميع التطبيقات ديالكم. التاكد ديما من المصداقيات ديال العروض والاعلانات، ماشي تجي وتدخل الاعلان هكاك وتبدا تعمر لي زانفورماسيون. هذا بحال كيديروا دابا ديال بيم ديال كارفور، كيقول لك اجي عمر المسائل عطيني لابوات ايميل ديالك. هذاك الشيء راه مشبوه فيه وراه ماشي شي حاجه اللي حقيقيه، ردوا البال منها بزاف عاد. ديما عاود القضيه اللي كنأكد عليها ديما الخصوصيات ديال الانسان، الخصوصيات ديالو في التطبيقات ديالو، ما يخليش المعلومات ديالو علانيه، يعني يخليها بوبليك للجميع. يعني بحال العنوان او رقم التليفون ديما خليهم
اللي كنت بوحدك اللي تشوفهم ولا ما تدخلهمش كاع نهائيا. عاود القضيه الاخرى اللي حتى هي مهمه جدا هي التحديث ديال التطبيقات، لي ميزاجور. ديما خاصكم تحاولوا ديروا دي ميزاجور. علاش؟ لان بعض المرات لي ميزاجور كيكونوا فيهم داك الثغرات الامنيه، وكيحدثوهم وكيديروا التحديث ديالهم باش يعالجوا هاد الثغرات. وقولوا لي انتم، فايت لكم نصب عليكم شي واحد؟